صباح الخير والهنا والسعادة، عاملين ايه؟ يوم جديد في مطبخ زينب علام. النهاردة روتين قوي 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 قوي، عايزة لايكات كتير واشتراكات كتير. بصوا بقى، النهاردة هنعمل محشي كرنب ومحشي بتنجان. قرطنا البصلة كده وهنحطها على النار. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. سلقنا الكرنب، بنسلق بقى في الكرنب كده. خدوا بالكم ان الكرنب بتاع اليومين دول ورقته تخينة شوية. حطيت البصلة على النار كده وشوية زيت ومعلقتين سمنة، وايه بقى حاجه كده ايه قلاجه. فزي ما بقول لكم الكرنب بسيبه شويه على النار يستوي، لانه ايه مكبس في بعض، ورقه تخين شويه. فتسيبيه لما يلين كده والورقه تحس ان هي طريت مش اتهرت. رحت فين انا هنا؟ كنت بجيب فلفل شطه وبخرطها على البصله. تمام اهو كده. بقلب الكرنب على اليمه التانية وببدأ ان انا ايه اخرط بقى قرون شطه حراقه. هنا بقى كنت ايه مطلعه فرخه من الفريزر كده، كنت متبلاها وحطاها في الفريزر. وانا واقفه قلت اما اعمل شويه البتنجان اقورهم كده وانا واقفه على طول. الفراخ بتبلها بملح وفلفل وبحطها في الفريزر الوقت اللي انا عايزاه، بس ما بطولش قوي صراحه. قورنا البتنجان كده مع بعض. النهارده كان يوم طويل وروتين طويل قوي قوي قوي. حبيت اشاركه معاكم طول النهار تبقوا معايا كده. قورنا بقى البتنجان اهو. وبدات ان انا اروح تاني على النار. اطلع بقى الورق بعد ما اتسلق كويس. وكمان البصلة كانت دبلت، انا مش بحمر البصلة. وكتير على فكرة عملت الكرنب او المحشي على القناة، بس انا حبيت اشارك اليوم معاكم. بصوا بقى هنا كام قرن فلفل كده، قلت اما افضيهم. ولا مقوار ولا سكينة ولا حاجة، بضغط عليه يطلع قلبه وخلاص انتهى على كده. وهغسله بقى اهو تحت المية. وشوية بتنجان وشوية كرنب، والحمد لله على كل شيء. اهو شوفوا، شوفوا الجمال، ما شاء الله. بوريكم ان انا بفضيه بدون سكينه. حطينا بقى ميه عليه وغسلناه كويس قوي قوي قوي. بدأنا ان احنا ايه نروح للتخديعه. كانت بقى ايه خلاص نطرت قدامها. وهبدأ احط لها بقى البهارات بتاعتها. احط بقى ايه كمون فلفل كزبره. دي كزبره وكمون وفلفل وملح وشويه سكر واحده مرقه دجاج وادام كرنب. بنحط شطه حمراء، انا من النوع اللي انا بحط شطه حمراء كتير اهو. وحطيت بقى الرز نزلت بيه. ونزلت في خضرة صراحة ما كنتش لاقية خضرة بره. فايه رحت مطلعة من الفريزر وقلنا نمشي حالنا. تعالوا بقى نتبل الفراخ بتاعتنا الجميلة. نزلت ببصلاية طماطماية قرن فلفل حراق وليمونتين كده. واخد بالي من الملح عشان خاطر انا كنت متبلاها بملح قبل ما احطها في الفريزر. اظبط الملح بتاعها عشان ما تحدقش مني. حطيت بقى ملح، لا دي بهارات فراخ. وحطيت فلفل وكمون وحطيت كركم اهو كركم. وحطيت حطيت ايه تاني شوية زعتر وحطيت ملح. واهو نزلت بالتتبيلة الجميلة. بدأت ان انا ايه هتبل الفراخ كويس قوي. قبل ما اتبلها هشرحها كده، لان هي ايه انا مقطعه قطع كبيرة شوية. وابدأ بقى ايه اقلبها في الخلطة بتاعتها الحلوة دي. يلا بقى، لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهو نقلب بقى كويس جدا الحاجات دي، واحطها على النار، على نار البوتاجاز من فوق تستوي اهو تغلي بس. وابدا اوطي عليها. حطيت شويه الزيت بتوعها. بدور على ورق اغطيها، ما لقيتش، رحت حاطه الصينيه كده. قلت بقى لا انا لازم افطر. رحت عامله فنجان قهوه كده. وجبت كحكيتين من الكحك اللي مش راضي يخلص دوت. قلت يا بنتي كلي كحكيتين مع فنجان القهوه وانتي قاعده بتحشي كده. وايه يلا ايه نصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله. حد لسه عنده كحك زيي ولا انا بس اللي لسه عندي كحك؟ قعدنا بقى كده قدام التلفزيون. ومش عارفه كنت مشغله ايه صراحه. وحطيت المحشي واكل قطمه واشرب القهوه. والحمد لله كانت بقى الفراخ ايه غليت يعني استوت على النار.
بدأت ان انا ازود المحشي بتاعي. غليت الشوربة وهو زودت المحشي الزوادة المظبوطة، وبدأت ايه، حطيته على نار عالية كده وغطيته. وادي البتنجان كمان زودته وغطيته. وايه، تاخدي بالك ان انت ايه، ما تزوديش زيادة عن اللزوم. بس اول ما يغلي بوطي عليه خالص. اهو غلي اهو، شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. ووطيت عليه وقلت يلا نعمل شوية شوربة بالشعرية الرز. احنا بنحبها صراحة عن لسان عصفور كتير. واحمر الشعرية كويس قوي وانزل عليها بشوربة واظبط ملحها بقى واظبط الدنيا بتاعتها، بتبقى جميلة جميلة جنب المحشي. اهو بصوا، حمرت بقى الشعرية كده اهو، خدت اللون الذهبي، نزلت بالشوربة بتاعتها. ومجرد ما تغلي غلوة بوطفي عليها. قلت بقى يلا تعالى نعمل صينية كنافة ادام العيال عايزين حاجة حلوة. بدور لقيت كيس كنافة من ساعة رمضان، قلت اعملها لهم والله بالقشطة الكداب. لقيت شوية لبن في الكنكة كده، نزلت عليهم بكوباية فيها معلقتين نشا وسبتهم على نار هادية. وادي الكنافة بفتفتها كويس. هي كانت طبعا طالعة من الفريزر، فايه ما بتاخدش وقت معانا خالص. واحلى صينية كنافة هتاكلوها. حط بقى الصينية على النار. بص 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 بص، في ثواني لقطت، بقت جميلة قشطة كدابة. كان هنا بقى النور قاطع، قلت لا والله لا اعملها برضه. حطيت بقى حتة سمنة في الصينية وقدحتها كويس، ونزلت بنص كمية الكنافة. اي نعم هي حتة صغيرة بس عملت صينية محترمة. ونزلت بالقشطة الكدابة بتاعتنا او بالمهلبية زي ما تسموا، عايزين تحطوا عليها بقى جوز الهند، اي بقى مكسرات عندكم، بس انا عملتها بس بالقشطة الكدابة او بالمهلبية. وحطيت الجزء التاني وخلاص. جيت بقى عند الفرن، خلاص بقى احط في الفرن الفراخ تاخد لون حلو كده. وكمان صينيه الكنافه رجول. انت حاطه رجول الفرخه؟ اه، رجول الفرخه دي من اختصاصي، انا بعشقها بالذات بالصوص ده. اهو حته سمنه على وش الكنافه، ودخلي يا ستي في الفرن وخدي بالك منها. بصوا الفراخ وجمالها. كان هنا بقى جوزي في الغيط وجي جاب لنا شويه مشمش، بشاير بقى المشمش. بصوا بصوا جمال المشمش، اللهم صل على النبي. شايفين المشمش؟ اهو بصوا، انا احب الخضره دي، انا ما احبش المستويه. دخلت بقى النور كان قاطع اشوف المحشي استوى ولا لا. بصوا دايب وبيلمع وجميل. ادي البتنجان وادي الكرنب وكمان الشعريه، كان كله استوى. الاكل كان كله استوى والفراخ طلعتها وكله كان تمام التمام. طبعا الكنافه كانت في الفرن. كنت عندي الشربات، حطيت لها كيس فانيليا. وبدات اسقي الكنافه، لونها تحفه وكانت طعمها خطير. او بصوا الشربات تقيل ازاي. سقيت الكنافة، على فكرة لونها ظالمها جدا، الكاميرا ظلماها، لونها تحفة على الطبيعة. سقيتها كويس وحطيتها تاني في الفرن، بس بعد ما طفيت عيونه، يعني هو مطفي. اي حاجة بتتسقي بحطها في الفرن بسخونية الفرن بتظبطها صراحة. غرفنا بقى الاكل كده عشان نتغدى. تعالوا اتغدوا معانا بقى النهاردة. بصوا الاكل جميل ازاي. وادي الفراخ كانت تحفة، والصوص بتاعها كان خطير خطير، وبقى فيه حرقية كده جميلة. وكان الاكل زي العسل النهارده. تعالوا بقى اتغدوا معانا. بصوا الصوص، وادي الشوربه بتاعتنا الجميله. وبألف هنا وشفا يا رب للي كل واللي كان له نصيب في حاجه. عملنا بقى الشاي المتين بتاعنا وطلعنا شويه فوق السطوح. ما هو يومنا ما خلصش لسه، بالنسبه لي لسه هكمل اليوم. عندي غسيل عايز يتلم، هلمه بقى وهبدأ ايه اطبقه. والله كان المغرب هيأذن. بصوا الجمال، شايفين الحلويات؟ شايفين؟ خلاص كان المغرب هيدن. نزلت بقى عملت لهم كوبايتين ليمون بقى بالنعناع، وكانوا جمال قوي. هدوا بقى ايه، يهدوا العيال يمكن يناموا ولا حاجه. عملنا الليمون كده اهو، ورقتين نعناع بقى من الغيط من بره، وليمونتين وشويه سكر وشويه ميه ساقعه، وضربنا وصفيناهم. واحلى كوبايه ليمون تشربيها في الحياه، بتهدي الاعصاب وجميله. عايزاكم تجربوا الليمون وتجربوا كل حاجه النهارده عملناها مع بعض. قضيت يومي معاكم وحبيت ان انا اشارككم في اليوم بتاعي النهارده. ضربنا اهو الليمون، بنضربه جامد، انا عن نفسي بضربه جامد. بدأت صفيته وابدأ بقى اصبه بقى في الكوبايات بتاعتي. حطيت التلج، بحط التلج كده وابدأ اصب بقى الليمون بالنعناع ده خطير خطير، احلى من 100 مرة من بره. بصوا 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 الجمال، يا ولا يا ولا يا ولا. صبينا بقى وقعدنا شربنا نهدي اعصابنا.
وبعد كده جبنا صينية الكنافة طبعا بعديها بشوية يعني، وقطعناها. وايه بقى، كانت الكنافة جميلة. واليوم النهاردة كان تحفة معاكم. عايزاكم ما تنسونيش باللايك والشير، ولو سمحتوا والاشتراك في القناة، وتشيروا الفيديو لأصحابكم. بصوا الكنافة، اوريكم بقى القشطة من جوه حاجة كده وهم. اي نعم، يا صينية صغيرة كل واحد خد حتة، بس كان طعمها زي العسل.